السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، ما خصكم حتى خير. اليوم خيرتكم فيديو تاع طاجين المرقاز بدون مرقاز. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. نبداو. هنايا درت بصلة كبيرة، قسمتها نص، حطيتها باش ندير لاصوص بها، لاصوص بلونش، ونص درتها باش ندير بها أصابع تاع المرقاز. شوفوا كيفاش رحيته، لازم ترحيه تخي 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 بيان وتنحي كامل هذاك الماء تاع البصل. هنايا حطيت البلونت بولي، شوفي انتيا على حساب افراد العائله. نزيد هنايا زوج فصوص تاع الثوم ومعدنوس. فوالا. نخلطوا كلش، لازم نرحوها بزاف بزاف رقيقه. فوالا. ان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه وتجربوها. هنايا ضفت صفار تاع بيضه، وحطيت توابل خاصه بالمرقاز وفلفل اسود. الا ما عندكش توابل خاصه بالمرقاز تقدري تحطي توابل خاصه بالدجاج، وحطيت لها شويه كركم وبيان سور الملح. يعني توابل سهله بزاف. هنايا نرحي كلش كما قلت لكم، لازم ترحي كلش. لازم يرحي الدجاج هذاك والبصل، لازم يرحي بزاف بزاف رقيق. فوالا، هاي ليك النتيجة. شوفوا كيفاش راني رحيتها. هنا شفت بلي المزيج تاعي شوية شوية فيه سائل، ولا كيفاش يقولوا جاري شوية. فوالا، حطيت لها لا شابلور. فوالا، حتى تشوفي الخليط تاعك يتماسك شويه. نبدا نحضر اصابع تاع المركز. نحط هذا الشفاف في بلون دو ترافاي، ولا حطي ساشي ولا اي حاجه، ولي نو حطي هذا يا الشفاف. نحط فيه كمية تاع الدجاج كما راكم تشوفوا، ونسيي ندير مستطيل، لازم يكون رقيق ماشي خشين بزاف. وداخل حطيت الفرماج. قلت لكم في هذه الوصفة ما لازمش تحطي، ما لازمش ديري الساشي، لازم هذا البابي ترانسبارون. سي با ماشي بابي، نسيت برك واسمو. فكروني في التعاليق على الاسم تاعو. بابي كويسون، بابي الومنيوم، بصح هذا نسيت اسمه. فوالا. المهم راهو كل شيء واضح. ديري عقدة من الطرف الأولاني، وتزيدي تزيري عليها وتعبزي عليها حتى تولي هكا متماسك. ونغلق من الجهة الأخرانية. شوفوا كيفاش خرجت، يعني كلي راهو مرقاز مرقاز. مرقاز تاع الدار. فوالا. ميم كي ضفت توابل تاع المرقاز، يعني عطاني نتيجة يعني مبهرة، يعني اون ديغي راني ناكل في المرقاز. ولا ما راكوش حابين الذوق تاع المرقاز، تقدروا ديروا لي زيبيس تاع توابل خاصة بالدجاج، ولا توابل خاصة بالشاورما تاني، تعطي نكهة واحدة أخرى تانيت. إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتحضروها بأقرب وقت ممكن، باسكو يعني ما شاء الله يعني وصفة هايلة. هنايا باش نحضر لاصوص بلونش تاعي. حطيت كما قلت لكم البصل، وحطيت بلونت بولي، وحطيت فاصوليا، توابل. حطيت شويه كركم، فلفل اسود، وحضرت شويه، درت شويه تاع القرفه، وزدت الثوم. هنايا نخلط كلش على ضربة. هنايا تقدري ديري زيتون، تقدري ديري لي كاروت، اي حاجة يعني لاصوص بلونش. هنايا حضرت الاصابع تاع المركز تاعي، نفورهم مدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة. وما تنسوش تديروا شوية، تضغطوا شوية بالكوتون هكا. تثقبوا شوية أصابع تاع المركز تاعكم. شوفوا يعني النتيجة بعد ما فورناه. فوالا، قلت لكم مدة 15 دقيقة. وما تنسوش دايما تدورهم باش يطيبوا على الجهتين. فوالا. نحي هذاك الساشي، يعني جاني بزاف ساهل. نحوه كامل كما راكم تشوفوا، يعني طريقة يعني
سهلة بزاف، يعني طبق بزاف بزاف بنين. ان شاء الله يا ربي تجربوه. الى جربتوه ما تنسونيش في التعاليق تاعكم واللايكات نتاعكم والاشتراك في القناة، هكذا باش تطلع القناة. ونقول لكم يعطيكم الصحة، باسكو القناة يعني بسم الله ما شاء الله بدات تطلع، يعني بفضل ربي وبفضلكم. يعني طلعت القناة. هنايا ندير شوية مارغرين في المقلاة تاعي، ونذوبها، ونبدا نحمر الاصابع تاع المركز تاعي على نار هادئه باش ما تحرق لكمش. انا شوفوا هنايا يعني للامانه تحرقوا لي شويه، دوك نتوما ديروا على نار هادئه. قليهم على كامل الجهات هكذا باش يدي اللون الذهبي تاعو. فوالا. هنايا دو نوتر كوتي لا صوص بلونش تاعي راهي الطيب. هايدي كيفاش خرجت لاصوص بلونش تاعي. انا بالافضل لو كان درت لها زيتون خير، الزيتون يعني تجي بزاف بنينه. فوالا. هنايا كوم ديكوراسيون عليكم الاختيار كما تحبوا. لا ديكوراسيون اختياري. هنايا سيد كيفاش ندير كيما الشمس. فوالا. حطيت البلوند بولي في الوسط، وحطيت كامل اصابع المرقاز هكذا ساير داير، ومن بعد من الفوق نحط لاصوص تاعي. يعني طبق يعني بزاف هايل. ونديرو هكا شاك فوا لازم نبدلو شويه، ماشي دايما طياب نفس الطياب. فوالا. اشاك فوا نشوفوا وصفه جديده، وصفه يعني مليحه نجربوها هكا نفرحوا وليداتنا، ومليحه تاني للضياف تحطيها للضياف يعني بسم الله ما شاء الله. فوالا. هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. ديري كامل لاصوص تاعك من الفوق، وديري شويه معدنوس باش ديكوري به. فوالا. هذه هي الشميسه تاعنا خلاصت. فوالا شميسه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تنال اعجابكم، وان شاء الله تجربوها. وما تنسونيش تروحوا تحت للتعاليق وتقولوا لي واش راكم حابين نجربوا، ولا حابين وصفه راكم حابين تشوفوها في القناه. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، وما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نشوفوا دوكا الطبق النهائي، يعني بسم الله ما شاء الله. قلت لكم كيما لا ديكوراسيون تقدروا ديروا كيما تحبوا. vous n'êtes pas obligé ديروا هكا شميسه كيما يقولوا. فوالا. هذه هي الوصفه تاعنا. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.